سبيكة دهب يا جماعة، سبيكة دهب والله. دي ما ينفعش يتقال عليها رنجة خالص، لا دي يتقال عليها سبيكة دهب. حاجة كده ريحتها ترد الروح هي والفسيخ. فيلا بينا النهاردة نعمل طبق رنجة كده. بصوا يعني يرد الروح ويفتح النفس. اول حاجة بطلع البطارخ. هقول لكم على طريقة للبطارخ حلوة قوي، يعني انا بعملها منفصلة عن الرنجة. بهرسها كده زي ما انتم شايفين، وبحط عليها طحينة وليمون وبصل اخضر وفلفل حامي وزيت. ودي كده بتبقى طبق جانبي جنب الرنجة، مش بحط البطارخ مع الرنجة، فاهميني؟ او ممكن لو انتم مش عايزين تحطوا عليها طحينة ممكن تنقعوها كده في شوية زيت وليمون، برضو بتبقى رهيبة يعني انا ممكن اكل البطارخ ما اكلش الرنجة، يعني هي البطارخ دي بالنسبة لي اهم حاجة. بس البطارخ اللي هي مخرزة، مش البطارخ الطرية، باكلش الطرية صراحة. المهم بقى نقطع بقى كده عليها البصل. بصوا الاكلات دي حاجه كده ايه، بتكسر الروتين بتاع اللحمه والفراخ والسمك، يعني حاجه كده بتكسر الملل يعني. فبجد جربوا، ويعني الطريقه بتاعتي في الرنجه هتعجبكم قوي. قطعوا بقى عليها قرن فلفل حامي، بس للاسف قرن الفلفل ده مطلعش حامي، ف بصراحه اتضايقت اني معرفش اكل الرنجه غير بفلفل حامي. المهم بقيت بقى الرنجه هي هقطعها. انا بخليها خالص طبعا من اللي هو اسمه ايه، الشوك والجلد وكل الكلام ده. بس انا ما بشويهاش لان بتخلي ريحه البيت بعد ما بتتشوى، يعني بتلزق كده في البيت، مش ريحتها مش بتطلع، فما بشويهاش. بخليها كده من غير شوي، كده كده الجلد اصلا بيترمي. بقطعها بقى كده بس مش قطع صغيره، يعني قطع كده حلوه. واحط بقى عليها برضو طماطم، ملح ايه، طماطم، ليمون، طحينه، بصل اخضر، فلفل حامي، وبرضو بتبقى تحفه. خلاص بعد ما قطعت بقى الطماطم والبصل هحط بقى عليها الطحينه وهقلب كده، والزيت طبعا قلب، وتبقى كده خلاص جهزت معانا سلطه الرنجه. ممكن ساعات ما بحبش احط طماطم، يعني انتوا لو في اوقات مش حابين تحطوا الطماطم عادي، وكده تكون خلصت معانا احلى صينيه السعاده في الدنيا. هسميها خلاص صينيه السعاده. سلطه الرنجه، سلطه البطارخ، البطاطس المحمره، والبيبسي طبعا، بس طبعا مش بيبسي، يعني اي شركة تانية غير بيبسي، والعيش، وحاجة اخر دلع. ويلا لو كان عجبكم الفيديو حطوا لايك، ومع السلامة.